السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على اخواتنا وحبايبنا، كل سنة وانتم طيبين. الموضوع بتاعنا النهاردة يا جدعان، أول تضحية هعملها. إيه هي أول تضحية؟ إن أنا هفتح على الحمام الفرخ. طبعا زي ما انتم عارفين، أنا من ساعة ما نقلت من البلكونة ما غيرتش ولا فرد حمام. أنا غيرت الشقة ورحت في شقة تانية حطيت فيها الحمام في منطقة تانية في حتة تانية بعيد عن التانية خالص. فاحنا دلوقتي في طبعا اول 3 حمامات جداد معانا، اللي هم ال3 شقلباز دول. طبعا ال3 طواير، بس فيهم 2 مخلصين وفيهم لسه واحدة شابة. مش هي طبعا زي ما انتوا عارفين تيرة كبيرة فهي دي تيرة ومخلصة اللي عليها وشغالة، والسودا نفس الكلام. اما الطحينية المسبعة دي لسه زغلولة، بس هتطلع بت. تمام كده. طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين انا ما نشيتش ولا فرد من هنا لسه. معانا بقى المساويد اهمت، ومعانا الزغلولتين دول. وزي ما انتوا عارفين الناس اللي معانا من زمان، معانا زغلول اميره اللي هي الزغلوله الغزار الزرقاء، ومعانا الزغلول الشلبوز الابيض الكامل. بس دول بقى عندهم دور برد يا جدعان، فعازلينهم عن الحمام خالص. هم مش موجودين دلوقتي عشان اصورهم، هم عندي في الشقه التانية، فانا مش عارف اصورهم لكم. فهنتفرجوا على دول اهمت. قص الشكروته والبت سندس اهي اللي عماله تنضف فريشها دي، الصايعه ديت اهي. بص تيجي زي الجري. ومعانا المساويد والقص الشكروته ده طبعا عشان الناس اللي لسه جديده معانا. ده الدكر المسود اهوت، والطيره بتاعته اهي. دول القص المساويد يا جدعان. طبعا احنا دلوقتي مع بعضينا هنفتحوا عليهم حاجه حاجه، بس انا بفرجكم عشان الناس الجديده. ومعانا الدكر الصيني دوت، ده الطيره بتاعته اللي هي سندس دي ده الصيني دكرها. ومعانا القص دول، طبعا دول مش نفس الباب ولا نفس النوع، بس هم واخدين بعض، فاحنا سايبينهم من الوش ده. هم رامين حصوايه واحده، يطلعوها وبعد كده نعزلوها. معانا الدول التيره مراقبه حمراء اهيت. تيره وزرايه برقبه حمراء، بس تيره جميله اللهم صل على النبي عليها، هي ناقصها طول بس. ومعانا ده بابا المجال طبعا، اللبلة الاخضر. طب يا احمد هنفتحه ايه؟ هقول لكم، تعالوا هنعرفوا ايه اللي هنفتحه عليه دلوقتي. طبعا اول معانا واحد السكروته، هنسيبوه اهو. هو مش عايز يطلع، بس هنطلعه هو والمسود عافيه. معلش بقى، لازم نفتحه على حاجه، لازم نعمله نشر، فلازم نبداه بحاجه. فهنضحه بالمسود اهو، وعايزين نطلعه السكروته. اهو زي ما انتم شايفين، هوقف دقيقه اهو. بصوا يا جدعان، احنا فتحنا عليهم اهمت من الشباك اهوت، وطلعوا وقفوا على البلكونه اللي جنب الشباك. فاحنا هنقف نتابعوهم من هنا، وبس انا عايز ابعد من هنا عشان ما اخوفهمش. فهنتابعوهم من جوه. طيب طبعا هم لسه مش عارفين هم يقفوا فين ولا فين عشان هم لسه جداد. بس انا فتحت عليهم مره ربع ساعه كده، كانوا واقفين على السطح دوت، وبعد كده جم على الشباك. فتعالوا نوقفوا دي عشان ما يخافوش. بصوا يا جدعان، المسود اهو جه، ما كملش دقيقتين وجه اهو. لسه فاضل السكروته. بص احنا هنتابعوهم من بعيد شويه برضو عشان ما نزودهمش. بصوا سايبنا الزغلول الشلاوزي الطحيني برضو، بس سايبناه في الاوضه. هو بقى براحته، عايز يطلع يطلع، مش عايز يطلع ما يطلع. السكروته اهو جه، السكروته اهو جه. السكروته لسه برضو في واحده في جناحه من القفله. جناحه برضو في واحده تكتيفه بسيطه، عشان حمام فرغ ده يا جدعان. الحمام ده بيطلع بالعافيه. تعالوا بقى ناكلوهم عشان هم ميتين، عشان انا من امبارح ما جيتش. تعالوا هنتفرجوا عليهم، يلا بينا. بصوا وقعوا الدشار. وقعوا الدشار ولا اللذيذ.
بصوا يا جدعان، حمام ميت من جوه، بس هو خاف من الحركه اللي انا عملتها في الاوضه، عشان طبعا مسكت ال3 الشقلباز عشان احبسهم. فالحركه دي خوفتهم ان انا امسك فرد حمام كده من وسطهم، فهم كانوا خايفين. بس هيبداوا يتشجعوا واحد ورا واحد. زي ما انتوا شايفين انا من امبارح ما جيتش، فهم مقتولين. طبعا الناس اللي سالتني عن حوار الحمام، انت عندك حمام للبيع؟ والله دلوقتي مفيش، بس الجمعه الجايه باذن الله هجيب لكم، انقل لكم كام حاجه نضيفه من السوق، اكني بشتريها لنفسي واعرضها لكم. اللي عايز منها حاجه انا ما عنديش اي مشكله. كده كده انا الحمام مش عزيز عليا، خلي بالك. انا هجيب الحاجات، انقي الحاجات النضيفه من السوق، واخواتي وحبايبي اللي مشتركين عندي في القناه لو احتاجوا منها اي حاجه انا ما عنديش مشكله. وما برزقش ولا الكلام ده، ولا بحط 10 جنيه ولا 20 جنيه على الفرد. زي ما بجيبه وزي ما ببيعه، انا بجيبه لاخواتي مش لحد غريب. فانا دلوقتي لو في حاجه جت معايا كويسه يوم الجمعه باذن الله على قد الفلوس اللي هتبقى في جيبي هجيب لكم بيهم واعرضه لكم. اللي محتاج اي حاجه منهم يتواصل معايا ومفيش اي مشكله. واحد، وكل سنه وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين، زي ما قلت لكم انا اتاخرت عليهم النهارده، صاحي متاخر من النوم والله العظيم غصب عني. هما من امبارح بالليل انا ما جيتش خالص، هما ميتين، بس والله الحركه اللي عملتها مخوفاهم. وفي ناس برضو بتسالني عن ازاي انش زغلول وانا في واطي وبيركل. يا جدعان زي ما قلت لكم الدور الاول بلاش، يعني عامه ده الموضوع هيبقى صعب جدا جدا جدا، بس هو مش مستحيل. هتجيب الزغلول يا باشا، بس ما تهشش الزغلول، سيب الزغلول براحته، سيبه، بس ما تجيبش زغلول لوحده، يعني اقل حاجه 3 4 زغاليل مع بعضيهم، هاتهم وسيبهم براحتهم. ولا تهش الزغلول ولا تبخ ولا تنش ولا الكلام دوت، سيبه لحد ما هو يفك ريشتين براحته، يقعد له شهرين، يقعد له 3 براحته، سيبه براحته لحد ما هو بص يزهق من القعده ويطلع يتنطط لوحده. بس عامه الزغلول مش هيقعد شهرين، بس انا بقولك ان شاء الله لو قعد شهرين سيبه، ما تستعجلش عليه. هو لما يزهق من القعده هيطلع ياكل الجو لوحده كده، كأن واحد كان محبوس في البيت بقاله فتره وعايز يتمشى، هيطلع زي ما هو كده مع نفسه، هيطلع هياخد في الجو لوحده. سيبه، هتهشه هيركن، وطبعا مركن خلاص علم المركن، انسى بقى ان انت تغير له المركن. فيا ريت يكون معلومه وصلت لكم. الزغلول ما تهشهوش، الزغلول زي ده هو، بصوا الزغاليل دي بقى عندي من الجمعتين، ولا طيرتها ولا جيت جنبيها، سايبها في الاوضه براحتها لحد اما تفك ريشه واتنين وتاخد راحتها، ولا طلعتهم حتى من الشباك. حتى زي ما انتم شايفين دلوقتي لما طلعت المسود واللبلق بس، ما طلعتش معاه زغلول. سيبوا الزغلول لحد اما عظمه ينشف كده وريشه يجمد، هو مع نفسه هيطلع ياخد، الدنيا هتبقى وحشاه. هنزود لهم اكل تاني عشان الذره الصفرا خلصت. بصوا ناس بتقول لي عدد الحمام عندك قليل. يا جدعان، انا اليومين اللي فاتوا ده ايام كنت مربي في البلكونه، يومين الساعه بتاع شهر توبه وامشير، وقبل توبه وامشير انا كنت بطلع اصلا احط الحمام الاكل في البلكونه، كنت بطلع بتكلفت. فالحمام عندي حمام كتير مات يا جدعان، الجو كان وحش اليومين اللي فاتوا دول. مات مني ذكر غزار، ومات مني تيره غزاريه، ومات مني ذكر استرول ابيض، ومات مني بندق، لو فاكرين بندق الزغلول الشرباز اللي اسود مصبع ابيض، ومات مني زغلولتين عيال اللبلق الاخضر دول، ماتوا مني هم لسه في الطاجن بعد ما كبروا، بعد ما تقريبا قعدوا اسبوعين عندي وريشوا ماتوا. وطبعا ضاع مني مرقع، وضاع مني احمر غزار، وضاع مني زغلول ذكر استرالي طرطور،
والدبان يا جدعان حد اصطادهولي في فندقية صيد، واسترالي تلتين ضاع مني حمام، يجي بتاع 20 فرد حمام ضاعوا مني، غير البنايدة اللي ضاعت مني. الجو كان مخلي الحمام مش طايق المكان. الحمد لله على كل شيء. طب الناس بقى بتقول يعني اللي فات فات بقى، انت هتجيب تاني؟ هجيب تاني اهو، هجيب باذن الله. احنا عشان في العيد بس يعدي العيد قدامنا كام يوم كده، بس الجمعه اللي جايه واللي بعديها باذن الله نجيبوا لنا 5 6 ترشات عليهم تانيين. انا جبت البت المشمشيه دي الجمعه بتاعت الوقفه تقريبا، كانت الوقفه يوم الجمعه تقريبا، او اللي هي قبل الوقفه عامه، الجمعه الاخيره دي. جبت البت المشمشيه، وجبت الزغلول الطحيني الشلبوز الطحيني اللي في ابيض دوت، وجبت الشقلباظيه السودا. الجمعه الجايه هنجيبوا دكر للمشمشيه، ونجيبوا لنا زغلولتين ولا دكرين تانيين الجمعه اللي بعديها. اسبوع هنزوده. عايز اجيب مناير والله، لان هي اللي مستعجل عليها المناير، بس المشكله عندي مستني حوار المكان، بس عشان عندنا السلالم صغيره بتاعت البيت، هيبقى موضوع ان انا اطلع منير 10 عين ده صعب. فانا مش عايز اجيب منير ولا 3 ولا 4، عايز اجيب منير 10، بس ان انا اطلعه الشقه هنا الموضوع هيبقى صعب، ده اللي مخليني مكسل شويه. الفيديو بتاع الجمعه الجايه باذن الله هنزله، بس الجمعه اللي فاتت دي انا ما نزلتش، انا نزلت السوق. طبعا في ناس سالتني انت كل جمعه كنت بتعمل فيديوهات ليه الجمعه اللي فاتت ما عملتش؟ اقول لكم ليه ما عملتش. انا يا جدعان نزلت يوم الجمعه بتاعت قبل العيد دي على طول، مفيش فرد حمام واحد نضيف، فرد واحد نضيف. نازل السوق، اللي استرالي داخله فلاحي، اللي شقلباص داخله عبسي، اللي كراكندي داخله عبسي، اللي عبسي داخله حلبي. لقيت حاجات غريبه كده، اللي غزار تلاقي عظمته 3 متر قدام، فرد غزار قصير. مفيش فرد عدل. بنيدي تلاقيه ملطش من كل حته وعظمته شبه عظمه الفلاحي. ازاي البنيدي دي المفروض تبقى عظمته صغيره؟ فرد قصير تلاقي فرد طول الغزار يا جدع. حمامتين بصراحه ما يتصوروش، فعشان كده مصورتش. الجمعه الجايه باذن الله اللي هي بتاعت بكره، لو ربنا كرم لو كده هنصور لكم فيديو حلو وحلو على كده، عشان ما نطولوش عليكم. كل سنه وانتم طيبين. يلا سلام.